أمنيتي وتمنيتي رجائي أرجو أن يخرج المنتخب الجزائري في الربع النهائي يمشي بحاله والثمن يمشي بحاله، لأن غادي يطلع يتلاقى مع المغاربة، ولا تلاقى مع المغاربة غادي يديروا له شي مصيبة تبقى في التاريخ، باش يعطيو لهم شي 8 ولا 9-0. أنا سمعت بلي المغاربة كاملين غادي يشجعوا الكونغو، وغادي يشجعوا الكونغو لأن سيدنا قالنا العين اللي غادي تشوفوا بها العالم هي الصحراء. الكونغو معترفة بالصحراء المغربية وفاتحة سفارة ولا قنصلية في الصحراء، والآخرين بالعكس العدو الكلاسيكي، العدو اللدود. السلام عليكم. إذن كما سمعتم الشيخ الفزازي المروكي نيته ليست سيئة، هو يريد سقوط الجزائر فقط كي لا تلتقي مع المروك وتخسر بنتيجة 8 أو 9 أهداف. يعني هو خائف على مشاعر الجزائريين من الهزيمة النكراء، وليس خائفا أن تتأهل الجزائر ربما تلتقي معهم في النصف النهائي. هذا إذا استطاعوا أن يتجاوزوا الكاميرون أو جنوب أفريقيا لأنها تعتبر الشبح الأسود لهم. إذا تأهلوا والتقوا مع الجزائر ربما ستفوز عليهم الجزائر وتقصيهم، وبالتالي ستكون الضربة ضربتان موجعتان. الأولى خسارة الكأس التي جلبوا الكثير من الديون من أجل بناء الملاعب ومن أجل تخدير شعبهم، لأنهم لا يستطيعون الاستثمار في الصحة وفي التعليم وفي المستشفيات، وبالتالي اختاروا الطريق الأقصر وهو كرة القدم. يستثمرون في كرة القدم، وبواسطة نجاحات كرة القدم يخدرون شعبهم وينسى مشاكلهم. والأمر الثاني والضربة الثانية هي أن الجزائر كانت تريد أن تنظم هذه الكأس وكانت ستخسر أموال لأنها ستبني الملاعب، لكن الآن الجزائر لم تخسر. الآن الجزائر تذهب إلى المروك وربما إذا وفقها الله ستفوز بالكأس بدون أن تخسر ولا سنتيم.